والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب تانية اعدادي في كل مكان، اهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير زي ما انا بخير. انا مستر سيد رمضان، وان شاء الله النهارده هنحل مع بعض على الفيديو اللي فات اللي هو فيديو تابع المثلث متساوي الساقين. النهارده ان شاء الله هنختص بالاسئلة اللي هنكتب لها برهان، او الاسئلة اللي احنا محتاجين ان احنا نبرهنها. وبرضه عشان وقت الفيديو ما يبقاش كبير جدا هنحاول نقلل قدر المستطاع، يعني هنحاول نحل اسئله بدون برهان واسئله تانية ببرهان. هنحاول نسكب الاسئله اللي متشابهه عشان وقت الفيديو ما يبقاش كبير عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي الله. بسم الله. بيقول لي اوجد طول الاكس بي. عايزين نعرف الاكس بي. هتقول لي يا مستر والله بسيطه، الاكس بي بيساوي نفس ده بخمسة واربعة من عشرة، يبقى ده كمان بيساوي خمسة واربعة من عشرة. هقول لك طبعا غلط. هو ليه بيساويه؟ ما هو ده مثلث متساوي الساقين. ايوه يا حبيبي، انا ما قلتلكش ان هو مثلث متساوي الساقين. انا ما قلتلكش ان ده بيساوي ده، ما قلتلكش ان دول مثلثين او الضلعين دول بيساووا بعض. فاهم قصدي؟ فانت المطلوب منك ان انت اولا تثبت لي ان ده مثلث متساوي الساقين. طب هثبتها ازاي؟ هو مش ده محور تماثل لانه نازل في المنتصف ونازل عمودي؟ ده محور تماثل اهو، ده محور تماثل. اذا النقطه اكس بما انها تنتمي على محور التماثل يبقى على بعدين متساويين من طرفي القطعه المستقيمه، يبقى ده كده مثلث متساوي الساقين. تمام. عايزين نكتب بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هقول له اولا بما ان، هقول له ان الاكس سي عمودي على الاي بي. ده رقم واحد. رقم اتنين هقول له ان السي منتصف الاي بي. اذا تستنتج ايه؟ هقول له اذا ان الاكس سي محور تماثل للاي بي. حلو. بما انه محور تماثل يبقى النقطة اكس دي تقع على بعدين متساويين من طرفي القطعة المستقيمة. هقول له اذا، او اقول له الاول بما ان، هقول له ان الاكس تنتمي لمحور التماثل. بما ان الاكس تنتمي للاكس سي، هقول له اذا الاكس A بيساوي الاكس B، ومنها ان الاكس B اللي انت عايزها بتساوي خمسة واربعة من عشرة. ممتاز. اللي بعده بيقول لي استنتج ان المثلث اوجد طول الاي بي والزاويه دي، ثم استنتج ان المثلث متساوي الساقين. تعال نشوف. بسم الله. اولا ده بيساوي ده، اذا ده بما انه نازل عمودي يبقى ده كده محور تماثل. محور تماثل يعني يبقى في المنتصف. حلو قوي. اكتب لي بس الكلمتين الحلوين دول الله يكرمك. هقول له في المثلث A B C، وبالمره هو مديهولك هنا مثلث قائم، وبالمره اكتب لي قائم عند سي. اذا تستنتج ايه؟ هقول له الاول ثواني قبل اذا انا عايز اقول له ان انا عندي متوسط، والمتوسط ده خارج من المثلث، فبالتالي المتوسط هو نص الطول. طب احنا عايزين نجيب مين بس الاول؟ احنا اول حاجه عايزين نجيب الاي بي ده كله على بعضه. هقول له بما ان ده خارج متوسط، بس انا مش عايز متوسط، انا هقول له بما ان، لحظه بس كده، هقول له بما ان ده نازل من راس المثلث، تمام، وده مثلث متساوي الساقين، يبقى الحته دي في المنتصف. هقول له بما ان سوري، الدي سي عمودي على الاي بي. ده واحد. اتنين، وهقول له ان المثلث بتاع متساوي الساقين ان الاي سي بيساوي السي بي. اذا دي منتصف الاي بي. تاني كده، تاني واحدة واحدة. بسم الله. اول حاجة ده مثلث متساوي الساقين وده نازل عمودي، يبقى دي في المنتصف، دي بتساوي دي، ده اللي انا قلته له. اذا دي في المنتصف. هقول له اذا الاي دي بيساوي الدي بي بيساوي 20 سم. حلو جدا. انت عاوز تجيب مين؟ انا عاوز اجيب الاي بي. هقول له اذا الاي بي بيساوي 20 زائد 20 يعني بيساوي 40 سم. جميل. هات لي زاويه دي سي بي اللي هي الزاويه دي. والله يا مستر المثلث القائم، سوري، المثلث متساوي الساقين المتوسط بتاعه او محور التماثل بتاعه بيقسم لي زاويه الراس. هقول له اذا قياس زاويه دي سي بي ده بيساوي 90 على 2 يعني بيساوي 45، كل واحده فيهم 45. بيقول لي استنتج ان المثلث سي دي بي ده مثلث متساوي الساقين. سي دي بي ده مثلث متساوي الساقين.
طب مثلث متساوي الساقين دي انت عايز تثبتها له ازاي؟ مش احنا قلنا دي في المنتصف؟ يعني ده متوسط. طب ما المتوسط بيساوي نص الوتر، صح كده؟ صح. اكتب لي الكلمتين دول. هقول له كده بما ان، وقف لحظه، بما ان الدي منتصف، خلينا نكتب هنا الدي منتصف الاي بي. حلو جدا. اذا تستنتج ايه؟ هقول له اذا الدي سي متوسط، وبرضو يبقى الدي سي بيساوي نص الاي بي. حلو جدا. طب لحظه واحده، الدي سي نص الاي بي وانت معاك نص الاي بي، يبقى الاثنين دول بيساووا بعض، يعني ده مثلث متساوي الساقين. وهقول له بما ان الدي منتصف الاي بي، اذا الدي سي بيساوي الدي بي، يبقى المثلث بتاعك متساوي الساقين. اللي بعده بيقول لي، لحظه بس كده، بيقول لي اوجد قياس زاويه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف ده نازل من المنتصف ونازل عمودي، اذا ده محور تماثل. محور تماثل يعني الخط ده بيساوي الخط ده، والزاويه دي بتساوي الزاويه دي. كلام ممتاز. احنا عايزين نجيب زاويه. طب يا مستر هو مش مديني هنا ولا زاويه، خلاص اشتغل على الاضلاع. مش ده معناه ان الضلع ده بيساوي الضلع ده؟ فانا هقول له الاتنين ان ناقص الواحد بيساوي ان زائد الخمسة، ودي الان هنا سالب ان، وودي الواحد هنا موجب واحد، يعني الان الواحده بيساوي 6. حلو. تعال هات لي طول الضلع ده. يا مستر احنا مش عايزين طول ضلع، خلي بالك احنا مش عايزين طول ضلع، احنا عايزين نعرف القياس الزاويه. امشي بس مع السؤال، ما احنا مش معانا قياس زاويه، هشتغل بالمتاح. هات لي طول الضلع ده، يعني 2 في 6 ناقص 1. ما هو ده كان 2 ان ناقص 1، شلت الان وحطيت 6. 2 في 6 ب 12، شيل منهم 1 يعني 11، وده كمان 11. ماشي. طب ما هو بيقول لي ده بيساوي ده. ايه ده ثواني يا مستر، ثواني، انا في حاجه انا ملاحظها. ايوه، ايه بقى الحاجه اللي انت ملاحظها؟ امسح لي كده الليله دي كلها. بقول لك ايه، هو مش ده ب 2 ان ناقص 1؟ وده ب ان ناقص نص. طب ما هو ده نص ده. تاني كده، ما انت لو خدت ده وقسمته على 2 الضلع ده، وقسمته على 2 يديك ده. الاتنين ان نصهم ان، والواحد نصه النص، فبالتالي الضلع ده هو نص الضلع ده، يعني ده الضلع المقابل لزاويه 30، يعني الزاويه دي ب 30. حلو أو الكلام ده. ده معناه ان الزاويه دي عباره عن 30. ماشي. طب احنا عايزين انهي زاويه؟ احنا عايزين نجيب زاويه ايه. فين زاويه ايه؟ زاويه ايه اللي هي دي. ما هو ده ب 30 يبقى دي كمان ب 30، يعني ده كله ب 60. اذا بما ان دي ب 60 يبقى دي كمان زيها ب 60، ودي كمان زيها ب 60. ما احنا قلنا المثلث ده مثلث متساوي الساقين، لو انت عندك زاويه ب 60 يبقى كل الزوايا 60. شكرا، يبقى زاويه ايه دي عباره عن 60. اللي بعده بيقول لي اثبت ان ده بيساوي ده. تعال نشوف فين الدي بي. الدي بي وفين الدي سي. الدي سي يعني احنا عايزين نثبت ان الدي في المنتصف. تعال نبص، بسم الله. لحظه واحده، امسح لي كده الليله دي. طب هو مديني اي حاجه تاني؟ هو مديني ده بيساوي ده 15، وده بيساوي ده نقطه التقاطع. ماشي. طيب تعال نبص، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بص لي كده يا نجم، هو مش ده مثلث متساوي الساقين؟ خارج من الراس. خارج من الراس ده يعني عمودي او في المنتصف. ده ب 15 يعني ده 15. انا مش عارف يا مستر، انا حاسس ان الموضوع كده ايه، ملعبك في بعضه. تعال نرجع تاني للسؤال. بيقول لي ده تقاطع مع ده، اداني دي. اثبت ان الدي بي بيساوي الدي سي. ده تقاطع مع ده. ايه ده. طب ثواني كده، ثواني. هو مش ده مثلث متساوي الساقين؟ وده نازل اهو محور تماثل. محور التماثل ده بيعمل ايه؟ بينصف القاعده، مش ده المهم، وعمودي عليها. اذا الضلع ده بيساوي الضلع ده. شكرا. هقول له اذا ده بيساوي ده لان الدي في المنتصف. جميل قوي. ويقول لي اذا كان السي بي ده عباره عن 18، السي بي ده كله ب 18. هات لي مين؟ هات لي البي دي والاي دي. البي دي اللي هو ده، والاي دي اللي هو ده. طب لحظه واحده، تعال الاول نجيب البي دي. احنا قلنا كله ب 18. ثواني كده، كله ب 18 يعني هنا 9 وهنا 9. طب عايزين نجيب الاي دي. خلاص شكرا، فيثاغورس. ما هو انت معاك ضلع ب9 ومعاك ضلع تاني ب15، تقدر تجيب لي التالت. فيثاغورس. هربع وهربع. انت عايز ضلع ولا وتر؟ انا عايز ضلع، يبقى هنطرح وهناخد الجذر. ربع الكلام ده وربع واطرح وخد الكسر، يطلع معاك ب 12.
اللي بعده بيقول لي اثبت ان ده عمودي على ده. فين الاي اي؟ الاي اي عمودي على مين؟ على البي سي. ماشي، تعال نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مديني دي ب 40 ودي ب 40. تمام. مديني دي زاويه خارجه ب 130. ما هي دي كلها يا مستر زاويه مستقيمه، يعني اللي هيتفضل معاك هنا 50. ماشي، 40 و40 80. ايه ده؟ طب ما انا ممكن اجيب الضلع، سوري، الزاويه الثالثه في المثلث. ما المثلث بتاعك فيه 3 زوايا، انا ما اقدر دلوقتي اجيب الزاويه الثالثه. هتجيب الزاويه الثالثه ازاي؟ ما هو انت معاك 40 و40 80، 80 و50 130. يتفضل معاك كام؟ يتفضل معايا 50. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انا شايف عندي زاويتين بيساووا بعض. فده معناه ان انت عندك ضلعين بيساووا بعض. اقول له اذا الاي سي بيساوي الاي بي. شكرا. ده اللي هو اول حاجه. لا لسه ما وصلناش. هقول له اذا ده بيساوي ده. كلام جميل جدا. وقف لي كده لحظه، احنا عايزين نثبت ان هو عمودي. طب ما احنا ممكن نشتغل في كل مثلث فيهم لوحده. اشتغل مثلا في المثلث ده. مش انت معاك هنا 40 و50؟ يعني 90. متفضل كام في المثلث الصغير؟ 90. شكرا، كده انت اثبتها له. التانية عايزين نثبت ان الايه في المنتصف. ما هو بما ان ده بيساوي ده وده نازل عمودي، اذا هو في المنتصف. خلاص خلصنا. تعالى بقى نكتب لدي برهان. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نبدا منين؟ هنبدا من الزاويه الخارجه. هقول له بما ان دي بي ايه زاويه خارجه، اذا تستنتج ايه؟ هستنتج ان قياس زاويه اي بي اي ده بيساوي 180 ناقص 130، يعني بيساوي 50 درجه. يعني الزاويه دي عباره عن 50 درجه. احنا عايزين نثبت ان هو عمودي. هشتغل في المثلث الصغير اللي هو ده. هقول له في المثلث AEB ماله؟ معاك قياس زاوية A ب 40 وقياس زاوية B ب 50. هقول له بما أن قياس زاوية ABE بيساوي 50 وقياس زاوية BAE ده بيساوي 40. هقول له إذن قياس زاوية AEB ده بيساوي 180. اطرح منهم ال 50 وكمان ال 40 هيطلع معاك ب 90 درجة. يبقى ده عمودي على ده. إذن ال AE عمودي على ال BG. شكرا جدا. المطلوب التاني عايزين نثبت ان دي في المنتصف. هقول له كده بما ان ال AE عمودي على ال BE اللي انت لسه اثبتها لي دلوقتي، وبما ان احنا مش لسه قايلين ان المثلث ده قياس زاويه سي هتطلع برضه هي كمان ب 50. تعالى نكتبها. وبما ان او مش بما ان بقى، حدد لي المثلث. هقول له في المثلث ABC قياس زاويه سي ده عباره عن 180. هطرح منها ال 50 دي زائد ال 40 و40 دي اللي هي ال 80، هيطلع معايا 50 درجه. اذا ال AB بيساوي ال AC. يبقى الضلع ده بيساوي الضلع ده. طالما الزاويه بيساوي الزاويه يبقى الضلع بيساوي الضلع. امسح لي كده الليله دي كلها. احنا قلنا دي 50 ودي زيها 50. احنا عايزين نثبت ان دي في المنتصف. احنا لسه قايلين ان هي عمودي ومعاك ضلعين بيساوي بعض. اذا النقطه E منتصف البي سي. خلي الاي هنا. شكرا. اللي بعده بيقول لي اوجد مع البرهان قياس الزاويه دي. زاويه CAE. عايزين نعرف الزاويه دي بكام. تعال نبص كده ونفنط شكل السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا في المثلث الصغير ده اللي هو CDB. المثلث ده هو مديني زاويتين. مديني واحده ب 20 وواحده ب 30، يعني هما الاتنين ب 50. يعني متفضل هنا كده 130. ماشي، 130 اقدر اجيب اللي جنبها دي تطلع هي كمان ب 50. ماشي، 50 50. وبعدين يعني طب تعالى نرجع كده للمعطيات. هو بيقول لي ده عمودي. فين العمودي؟ الاي عمودي زاويه 20 زاويه 30 ده بيساوي ده. طيب انت مش معاك ده عمودي؟ ده عمودي ونازل في المنتصف. يعني الضلع ده بيساوي الضلع ده، يعني الزاويه دي هي كمان ب 50. ماشي. طب هو عاوز ايه اصلا في المطلوب؟ هو المطلوب بيقول لي اوجد زاويه CAE اللي هي الزاويه دي. ما هي دي 50 ودي 90، يعني دي ب 40. خلصنا. عايزين نكتب برهان. امسح الليله دي.
حدد لي هتبدأ منين. انا هبدأ في المثلث الصغير، هقول له في المثلث سي دي بي. ماله؟ انت معاك زاويه هي ب 20 وزاويه هي ب 30، يبقى الزاويه دي عباره عن 130. اكتبها بقى على طول، قياس زاويه سي دي بي ده بيساوي 180. احذف منهم ال 20 وكمان ال 30، هيطلع معاك 130. دي عباره عن 130. جميل قوي. يبقى الزاويه اللي جنبها ب 50. هقول له اذا قياس زاويه اي دي سي، اي دي سي ده بيساوي 50 درجة. جميل قوي. الزاوية دي كده بتساوي 50. ماشي. وهقول له ان الاي في المنتصف وعمودية، بما ان الاي منتصف السي دي ده رقم واحد، وان الاي اي عمودي على السي دي، اذا الضلع ده بيساوي الضلع ده، اذا الاي سي بيساوي الاي دي. جميل قوي الكلام ده. لا احنا هنا مش هنعمل قطعه مستقيمه، يعني الزاويه دي هي كمان ب 50، بما ان ده بيساوي ده، دي ب 50 يعني دي كمان ب 50. هقول له نفس الكلام، اذا قياس زاويه اي سي اي ده بيساوي 50 درجه. جميل قوي الكلام ده. احنا عايزين نجيب الزاويه دي، هقول له اذا قياس زاويه اي اي سي ده بيساوي 180. اطرح منها ال 50 وال90 يطلع معاك 40 درجة. اللي بعده عايزين نوجد قيمة الاكس، عايزين نعرف الاكس دي بكام. ماشي. هو مديني الضلع ده بيساوي الضلع ده، وده نازل عمودي يبقى نازل في المنتصف وبينصف زاوية الرأس، يعني دي كمان باكس. ماشي. طب مديني ايه كمان؟ بيقول لي الزاوية دي ب 48. طيب ايه نعمل ايه؟ بص كده، صلى على النبي. مش انت شايف ان الزاويه اللي جنبها دي كلها بتساوي الزاويه دي كلها؟ ماشي. وبعدين والضلع ده هو مديهولك في السؤال، بيقول لي الضلع ده شايفه بيساوي الضلع ده. ماشي. يعني زاويه اكس بيساوي الزاويه دي، يعني دي كمان باكس. ماشي. طيب وبعدين طيب لحظة واحدة كده، ده بيساوي ده، ده بيساوي ده، ده عمودي. فين العمودي؟ ده عمودي. يعني ايه عمودي؟ يعني عامل مثلث قائم. يعني ايه برضه عامل مثلث قائم؟ يعني المثلث ده يا نجم هو كمان مثلث قائم، يعني دي زاوية 90. طب لحظة واحدة كده، انا هستفيد ايه بالليلة دي؟ صلى على النبي. يعني المثلث ده هو كمان ب 90. طب انت معاك دي ب 48 ودي ب 90، تقدر تجيب لي دي؟ ما انا لو جبت دي خلاص اتحلت ازاي؟ هقول لك. بص كده، امسح لي بس الليله دي. مش احنا معانا دي ب 48؟ كده متفضل كام لحد ما نوصل لل 180؟ ما انت معاك دي 48 ودي ب 90، كده متفضل قد ايه عشان نوصل لل 180؟ والله متفضل معايا 42 درجه. حلو. دي ب 42 درجه، مش انا اقدر اجيب اللي جنبها؟ ما هم بيكملوا بعض 180. طب بيكملوا بعض ازاي؟ ال 42 فاضل لها قد ايش تصبح 180؟ فاضل لها 138. حلو قوي. لحظه بس نصغر الخط. دي عبارة عن 42 ودي عبارة عن 138، عشان 138 و42 يديني 180. طب 138 يبقى كده متفضل كام من المثلث؟ متفضل من المثلث 42 لسه قايلين. قسمهم بقى على الزاويتين، يبقى الزاوية دي ب 21 ودي كمان زيها ب 21. انا مش عايز دي، انا عايز دي. طب ما هي دي هي دي، يعني دي كمان ب 21. شكرا. اللي بعده اوجد قيمة ان. عايزين نعرف الان بكام. هو بيقول لي الضلع بيساوي الضلع وزاوية الرأس متنصفة، اذا ده محور التماثل. يعني ايه محور تماثل؟ يعني عمودي وينصف. يعني الضلع ده بيساوي الضلع ده، وده برضه معناه ان الضلع ده بيساوي الضلع ده. يعني الان اس 2، الان اس 2 بيساوي 2 ان زائد ال 15. ابدأ حلها كمعادلة من الدرجة التانية. عشان تحل معادلة من الدرجة التانية لازم تكون بتساوي صفر. طب هتعمل ايه؟ هدخل دول جوه، يعني الان اس 2 ناقص 2 ان ناقص ال 15، الكلام ده بيساوي صفر. والله يا مستر ده بيفكرني بزمن التحليل الجميل. لا زمن ولا حاجة، انت تحلل ازاي؟ الان تربيع ده عبارة عن ان وان، ال 15 3 في 5،
الاخير سالب يعني الكبير ياخد اشاره اللي في النص والتاني عكسه. حاجتين مضروبين في بعض والناتج بصفر، يا اما الاول بيساوي صفر يعني الان بيساوي سالب 3، يا اما التاني بيساوي صفر يعني الان هنا ب5. هل ينفع سالب 3؟ تعال نشوف. سالب 3 تربيع يعني ده هيبقى ب9، سالب 3 هيبقى 2 في سالب 3 يعني سالب 6، وهنا موجب 15. ينفع يعني الان بسالب 3 او 5. طب لو هو كان جايب لي ان بس هنا كده وهيطلع لي رقم بالسالب، لو انا عوضت وطلع لي رقم بالسالب، سوري يا اسف قصدي، لو انا عوضت وطلع لي قيمه بالسالب او اداني طول ضلع بالسالب يبقى الحل ده مرفوض. تمام؟ خلي بالك من الحته دي الله يكرمك. لو عوضت وادالك طول ضلع بالسالب اعرف ان انت حل غلط، انا ما عنديش اطوال بالسالبه، انا عشان كده عوضت. يعني انا طلع لي سالب 3، انا طلع لي سالب 3 وموجب 5، عوضت هنا عن سالب 3 وهنا عن سالب 3 اداني رقم بالموجب، يبقى انا ماشي صح. ينفع سالب 3 وينفع الخمسه، الاثنين شغالين معاك. اللي بعده بيقول لي اوجد قيمه ان. ماشي، ده 15 15 13 13. ماشي، يبقى ده محور تماثل. اوجد قيمه ان، مش مدينا اي حاجه تاني، يعني ده محور تماثل، يعني ده عمودي وده في المنتصف، يعني الان زائد الخمسة ده بيساوي 10. ودي دي الناحيه التانيه سالب 5 يعني الان بتاعتك بتساوي 5. ماشي. طيب وبعدين؟ بس خلاص خلصت، شكرا. اللي بعده بيقول لي هنا اوجد قيمه سي. عايزين نعرف الزاويه دي بكام. مديني 4 اضلاع قد بعض، الضلع ده بيساوي الضلع ده والضلع ده بيساوي الضلع ده. نبدا الاول بالضلع الكبير اللي متقسم نصين. مش هو مديني دي ب40؟ طب انا اعمل ايه بعد كده؟ انا بفكر زيك، خلي بالك انا بفكر في السؤال زيك. مش دي ب40؟ ماشي دي ب40 ودي زاويه قايمه يعني اللي جنبها زاويه قايمه. دي ب40 و90 يعني دي ب50. ماشي دي ب50. وبعدين ما في حاجه بس صغيره كده، في حاجه صغيره. هو احنا هنا عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب قياس زاويه سي، عايزين نعرف زاويه سي دي بكام. في بس ملحوظه صغيره قوي 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 عايزك تاخد بالك منها. ايه هي؟ بص انا همسح الحاجات اللي هي ملهاش لازمه. انت عشان تشتغل في سؤال شوف انت بتتكلم على انهي درس. بمعنى احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ على درس مثلث متساوي الساقين، يبقى لازم انت تطلع لي مثلث متساوي الساقين. طب هتطلعه ازاي؟ بص كده بص كده. مش انا اقدر اعمل عمل بالشكل ده؟ طب ليه؟ عشان يبقى معاك مثلث متساوي الساقين. ما هو ده نازل عمودي اهو، نازل عمودي ونازل في المنتصف، يبقى الضلع ده بيساوي الضلع ده. يعني الزاويه دي ب40 يبقى الزاويه دي هي كمان ب40. سوري، يعني الزاويه دي هي كمان ب40. ماشي حلو كده، احنا جبنا زاويه ب40. بس وبعدين؟ ما احنا وقفنا. لا لسه ما وقفناش. ما ده مثلث متساوي الساقين يعني بينصف زاويه الراس، يعني دي كمان ب50. ماشي، بس برضه وبعدين احنا لسه ما وصلناش لزاويه سي. زاويه سي هنا دلوقتي هي عباره عن جزئين، جزء هنا وجزء هنا. يا عبيط يا عبيط يا عبيط، بص كده واحده واحده. لو انا جيت مسحت لك الليله دي، بص كده انا همسح لك حاجات ملهاش لازمه. لو انا جيت مسحت لك دي، مش احنا قلنا في البدايه خالص ان الضلع ده بيساوي الضلع ده؟ واحنا عملنا ضلع كمان بيساوي الضلع ده. يعني الضلعين دول بيساووا بعض، يعني ده كده الصغير ده بقى مثلث متساوي الساقين. واصله لك؟ يعني المثلث الصغير ده اصبح مثلث متساوي الساقين. ماشي، استفدت ايه ان مثلث متساوي الساقين؟ لا يا حبيبي استفدت كتير. ما هو دول كده على بعض زاويه مستقيمه 50 و50 100 يعني متفضل هنا 80، يبقى دي كمان ب 80. 80 و80 160. متفضل كام في المثلث الصغير ده؟ متفضل هنا 20. حلو، انت عايز انهي زاويه؟ انا عايز الزاويه دي. ما هي الزاويه دي عباره عن زاويتين 20 و40 يعني عباره عن 60 درجه. واصله؟ واصله. اللي بعده بيقول لي اثبت ان الثلاث نقط دول على استقامه واحده. يعني عايزين نثبت ان الخط ده اللي بيمر بالاكس بالزد والام هو نفسه الخط اللي بيمر بالاكس. ماشي. طب ما اقول لك على حاجه احلى. ايه رايك لو احنا اثبتنا ان الاكس زد هو محور تماثل للال واي؟
ايه رايك لو احنا اثبتنا ان ده محور تماثل؟ ما هو لو محور تماثل يبقى النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي كلهم بينتموا لنفس الخط، صح كده؟ صح. طب وقف لحظه، لو احنا جينا دلوقتي وصلناهم ببعض، ماشي، شايف المثلث ده؟ مش ده مثلث متساوي الساقين ودي في المنتصف، يعني ده محور تماثل يعني عمودي. ونفس الكلام هنا، ده مثلث متساوي الساقين ودي نازله في المنتصف يعني عمودي. بما ان القطعه دي عموديه هنا والقطعه دي عموديه هنا، يبقى كلهم عباره عن قطعه مستقيمه واحده. حلو قوي. تعال نكتب دي، هقول له بعمل او برسم، بلاش بعمل خليها برسم زد اكس. هنرسم زد اكس اللي هو الخط ده. ابدأ بقى في المثلث الاول، وليكن مثلا في المثلث اكس واي ال. ماله؟ مش انت عندك ان الاكس ال بتساوي الاكس واي؟ وعندك الام منتصف ال واي؟ هقول له اذا الاكس ام عمودي على ال واي. حلو جدا جدا جدا. طب اشتغل في المثلث الثاني، هقول له في المثلث ال زد واي، بما ان ال زد بيساوي الزد واي. 1 2 الام منتصف ال واي 2، اذا الزد ام عمودي على ال واي. وقف كده لحظه، انت معاك الاكس ام عمودي والال ام هو كمان عمودي، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاكس زد كلها عمودي، اكس زد كلها عمودي على ال واي. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الزد والام والاكس كلهم على استقامه واحده. حلو قوي. اللي بعده اثبت ان ده محور تماثل للقطعه المستقيمه دي. مين ده؟ ده اسمه الاي دي، يعني لو وصلنا الاي مع الدي هيطلع لي محور تماثل. ماشي. تعالى نبدا. مش انت معاك ده مثلث متساوي الساقين؟ مثلث متساوي الساقين، يعني انت معاك ان الاي سي بيساوي الاي بي. طب معنى ان انت معاك الضلعين بيساوي بعض، يعني معاك زاويتين بيساووا بعض. طب الزاويتين بيساووا بعض دول اللي هم مين؟ هقول له اذا قياس زاويه بي كلها بيساوي قياس زاويه سي كلها. الزاويه دي كلها بيساوي الزاويه دي كلها. ماشي. وبعدين نفس الكلام بالظبط مع المثلث الصغير. ما هو بص كده، لو دي كلها بيساوي دي كلها والزاويه دي بيساوي الزاويه دي، يبقى اللي باقي هنا بيساوي اللي باقي هنا، يعني ده كمان مثلث متساوي الساقين. واصله لك؟ تاني كده تاني كده تاني كده، واحده واحده. بص كده، احنا اصلا كنا قايلين في البدايه ان ده خط مستقيم، سوري، ده قطعه مستقيمه بتساوي قطعه مستقيمه، فبالتالي احنا عايزين نثبت ان ده محور تماثل. صح؟ صح. طب بما ان القطعه دي بتساوي القطعه دي، يعني الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، ادي كده واحد. وانت عندك كل واحده فيهم متقسمه لجزئين، لو الجزء ده بيساوي الجزء ده يبقى باقي الزاويه بيساوي باقي الزاويه. طب باقي الزاويه بيساوي باقي الزاويه، يعني الضلع ده بيساوي الضلع ده، ما انت عندك زاويتين بيساووا بعض، يعني عندك ضلعين بيساووا بعض. بما ان ضلعين بيساووا بعض، لو ترجع كده لتعريف محور التماثل، محور التماثل لو احنا اخدنا اي نقطه من عليه على بعدين متساويين من طرفي القطعه المستقيمه، اهو ما هو ده اللي احنا عمالين نتكلم فيه، البعدين متساويين من طرفي القطعه المستقيمه، اذا ده عباره عن محور تماثل. تمام؟ عايزين نكتب بقى الليله دي كلها، امسح كل الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت له ان زاويه بي بيساوي زاويه سي، وهقول له بما ان القطعه الصغيره الزاويه الصغيره بتساوي الزاويه الصغيره، بما ان زاويه او قياس زاويه A B D بيساوي قياس زاويه A C D، اذا المتبقي هنا بيساوي المتبقي هنا. هقول له اذا قياس زاويه D B C بيساوي قياس زاويه D C B. طب انت عندك زاويتين بيساووا بعض، ده مش بيفكرك بحاجه؟ بيفكرني ان انا عندي ضلعين بيساووا بعض، اذا الدي سي بيساوي الدي بي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت عندك نقطه على بعدين متساويين من طرفي القطعه المستقيمه، اكتب لي، اكتب له اذا دي على بعدين متساويين من طرفي قطعه مستقيمه اللي هي البي سي. اذا الاي والدي ينتموا الى محور تماثل القطعه المستقيمه بي سي.
اذا ال AD محور تماثل. شكرا. اللي بعده كده ده خلص. تعالوا نخلي السؤالين دول بس، تعالوا نحلهم سريعا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي دي زاويه قايمه، يعني دي زاويه قايمه، دي ب30 يعني دي ب60. ماشي. وبعدين دي ب30 ودي ب50. لا ثواني كده بقى يا مستر، عشان الموضوع ايه بدأ يبقى غلط. ليه بدأ بيبقى غلط؟ هو انت عايز ايه هنا؟ بس احنا نسينا نشوف. احنا عايزين نجيب زاويه دي، عايزين نعرف زاويه دي بكام. ماشي. بس لحظه واحده كده، انا في حاجه شايفها يا رب تكون صح. ايه هي؟ انا شايف ان دي قطعة مستقيمة عمودية في المنتصف. يعني ايه عمودية في المنتصف؟ عمودية في المنتصف يعني لو انا وصلت ده كده، ده معناه ان الضلع ده بيساوي الضلع ده، صح؟ اه. طب الزاوية دي ب30، معناها ان الزاوية دي كمان ب30، يعني اللي متبقي من ال50 هنا 20. حلو. دي ب30 ودي ب30 يعني دي 60 ودي 60. اه ماشي. انت قلت لي عايزين نجيب زاوية مين؟ زاوية دي. ما هو ده كان بيساوي ده. ما هو انت اصلا في السؤال ال AB كان بيساوي ال AD، وانت دلوقتي عملت لي قطعه مستقيمه عمل اللي هي ال AB بتساوي ال AC عشان على بعدين متساويين من طرفي القطعه المستقيمه، لان ده محور تماثل. اذا استنتج ايه؟ استنتج ان ال AC بيساوي ال AD، ال AB بيساوي ال AD، وال AB بيساوي ال AC. ده بيساوي ده. اذا الاتنين دول بيساووا بعض. حلو جدا. ما هو الاتنين دول بيساووا بعض، يعني ده مثلث متساوي الساقين، يعني الزاويتين دول بيساووا بعض. الجزء ده عبارة عن 20. كده متفضل كام من ال 180؟ كده متفضل 160. قسمهم على الاتنين 80 80. خلصنا. اللي بعده بيقول لي اثبت ان المثلث متساوي الساقين. انهي مثلث؟ ال AMD. ال AMD المثلث ده مثلث متساوي الساقين. مديني ده بيوازي ده، والضلع ده بيساوي الضلع ده، معناه ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. لو احنا استعملنا التبادل حرف الزد، فيبقى قياس زاويه C بيساوي قياس زاويه A. ادي كده واحد. اتنين، استعمل التبادل بالعكس، يبقى قياس زاوية B بيساوي قياس زاوية D. ايه ده ايه ده ايه ده؟ زاوية C بيساوي ايه؟ وزاوية B بيساوي D. مش انت عندك اصلا ان كانت زاوية C بيساوي قياس زاوية C بيساوي قياس زاوية B. قياس زاوية C بيساوي قياس زاوية B. اذا قياس زاوية A بيساوي قياس زاوية D. قياس زاوية A بيساوي قياس زاوية D. حلو. هو الكلام ده بيحصل امتى؟ انا عندي زاويتين بيساووا بعض لما الضلعين يكونوا بيساووا بعض، يبقى ده مثلث متساوي الساقين. خلصنا منه. اللي بعده محور تماثل ال AMD هو نفس محور تماثل ال BMC. عايزين نثبت ان هما الاتنين ليهم نفس محور التماثل. محور التماثل ده هو محور التماثل ده. تعال نشوف. امسح الليله دي كلها 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 كلها. انت عارف هنا احنا عايزين نثبت ايه؟ احنا عايزين نثبت ان الزاويه دي قايمه والزاويه دي قايمه، بحيث ان ده يبقى محور تماثل. ماشي. او اقول لك احنا عايزين نثبت ان الحته دي بتساوي الحته دي والحته دي بتساوي الحته دي. اقول لك يا عم برضه ماشي، بس في حاجه صغيره خالص انت مش واخد بالك منها، اللي هي سمي الله بسم الله. تعالى نمسك مثلا المثلث اللي تحت. مش انت معاك مثلث متساوي الساقين؟ امسح بقى دي كده. عايزين نثبت ان دي عموديه. يعني ايه عموديه؟ يعني عايزين نثبت ان هي بتنصف زاويه الراس وبتنصف القاعده. يا مستر ثواني بس كده، هي مش القطعه دي او بالتحديد النقطه دي على بعدين متساويين من طرفي قطعه مستقيمه؟ اذا تنتمي لمحور التماثل، صح كده؟ ونفس النقطة دي على بعدين متساويين من طرفي قطعة مستقيمة اللي هي دي، يبقى نفس محور التماثل اللي هو اللي انا عايزه منك اصلا. شكرا. خلصنا. اللي بعده برهن ان ده عمودي على ده، البي اف والدي اي. البي اف والدي اي انا بشبه على محور التماثل بتاع مثلث متساوي الساقين. محور تماثل مثلث متساوي الساقين يعني عايز اثبت ان الضلع ده بيساوي الضلع ده. ماشي. طب الضلع ده بيساوي الضلع ده ازاي؟ بالتطابق.
ازاي تطابق؟ انت عمال تدخل لي ليله في بعضها واحده واحده بس. مش معاك الضلع ده بيساوي الضلع ده؟ اه. والضلع ده بيساوي الضلع ده؟ اه. والزاويه دي بتساوي الزاويه دي؟ اه. ما هم دول الثلاث شروط بتوع تطابق المثلث، فبالتالي المثلثين بتوعك يتطابقوا. انت عندك عشان المثلثات تتطابق 1 2 3. رقم واحد عندك الاي اي متطابق مع الاي بي. 1 2 عندك الاي بي. احنا كتبنا ايه؟ اسف. احنا اتلخبطنا. بص كده، انا اول حاجه امسح الليله دي كلها. احنا اتلخبطنا بس في الكتابه هنا، بس تعال نعيدها كلها واحده واحده عشان تبقى الفكره معاك. انا ملاحظ والله ان الشكل ده كده لو انا نزلت من هنا ونازل في المنتصف، الشكل ده بيفكرني بالمثلث متساوي الساقين. صح كده؟ صح. طب احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نثبت ان ده عمودي. عمودي يعني عايزين نثبت ان ده محور تماثل. يعني ايه محور تماثل؟ يعني عايزين نثبت ان الضلع ده بيساوي الضلع ده. طب هنثبتها ازاي؟ بص لي على المثلثين اللي بره. المثلثين بتوعك دول يا نجم مالهم؟ مالهم؟ مش مدين اي ارقام. لا 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 لا، صح معايا. المثلثين دول متطابقين. متطابقين ليه متطابقين؟ لانهم ببساطه حققوا لك الثلاث شروط بتوع تطابق المثلث اللي هم ايه؟ عندك الضلع الاول اللي هو ده بيساوي الضلع ده او متطابق معاه، فهقول له ان الاي اي متطابق مع الدي سي. ادي كده 1 2. عندك الضلع ده متطابق مع الضلع ده، هقول له رقم 2 الاي بي متطابق مع البي سي. ادي كده 2. رقم 3 عايز يا ضلع يا زاويه. هل في ضلع او زاويه؟ اه في زاويه اهي بتساوي زاويه اهي، فهقول له ان قياس زاويه A بيساوي قياس زاويه C. ايه ده؟ مش دي بتفكرني بالاس اي اس اللي هم ضلعين وزاويه محصوره؟ اه. اذا يتطابق المثلثين وينتج ان الضلع ده متطابق مع الضلع ده، فبالتالي ده يعتبر محور تماثل ويبقى نازل عمودي. شكرا، خلصنا. اللي بعده تعال بقى ناخد شويه اسئله على المثلث اللي هو 30 60. مثلث 30 60 زاويه 30 يعني الضلع المقابل بيساوي نص الوتر، يعني 5 اكس ناقص 2 ده بيساوي نص الوتر يعني 8. حلها كانها معادله، خد الاثنين هنا موجب 2 يعني ال 5 اكس بيساوي 10 يعني الاكس بيساوي 2. خلصنا. اللي بعده دي في المنتصف ودي في المنتصف يعني دي نص دي يعني دي عباره عن 8. دي زاويه 30 الضلع المقابل بيساوي نص الوتر، نص ال 8 4. خلصنا. اللي بعده عايزين نجيب، تعال بس نحدد هو عايز ايه. السي اي والبي اف. السي اي اللي هو ده والبي اف اللي هو ده. واحده واحده. انا شايف ان دي زاويه قايمه وده نازل متوسط اهو، لان ده بيساوي ده، فالمتوسط بيساوي نص الوتر. ده كان ب3 يبقى الوتر كله ب6. خلي بالك انا بتكلم على وتر المثلث الصغير. تمام. خش بقى على المثلث الكبير. انا شايف زاويه 30 يبقى الضلع المقابل ليها اللي هو ب6 بيساوي نص الوتر، يعني الوتر بتاعي عباره عن 12. جميل. طب الضلع ده، الضلع ده هو متوسط لانه نازل في المنتصف. متوسط يعني بيساوي نص الوتر يعني بيساوي 6. شكرا، خلصنا. اللي بعده عايزين نجيب طول الاي دي. الاي دي ما هو يا مستر ده بيساوي ده وده نازل عمودي يعني نازل بينصف، يعني هنا 4.5 وهنا نفس الكلام 4.5. 4.5 ودي زاويه 30 يعني الضلع المقابل نص الوتر يعني الوتر ب9. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما هو برضه انا مش عايز ده، انا عايز الضلع اللي في النص. شغل فيثاغورس. هقول له ربع وربع واطرح وخد الجذر، فيبقى 9 تربيع ناقص 4.5 تربيع وخد جذر الكلام ده. شغل آلتك الجميلة. جذر تربيعي 9 تربيع ناقص 4.5 تربيع يساوي، هيطلع معاك تقريبا 7.9. تمام كده؟ تمام. اللي بعده البي زد الاكس واي الاي بي. البي زد الاكس واي الاي بي اللي هو ده. ده مثلث قائم، دي 30 يبقى الاي بي نص الوتر يعني ده ب4 متقسم نصين 2 و2. كده احنا جبنا الاي بي. عايزين نجيب الاكس بي الاكس واي. الاكس واي اللي هو ده. تعال نبص كده. امسح الليله دي، امسح ده، امسح ده. عايزين نجيب الاكس واي.
الاكس واي ده طوله كام؟ ايه ده؟ ما هو ده في المنتصف بس كده، وده كمان في المنتصف، يعني دي نص دي، يعني دي كمان ب4. ماشي. عايزين نجيب مين تاني؟ الزد بي او البي زد. البي زد ما هو ده زاويه قايمه وده نازل في المنتصف، يعني بيساوي نص الوتر، يعني نص ال4 2. شكرا، خلصنا. اللي بعده عايزين نجيب قيمه الاكس. قيمه الاكس ده مثلث متساوي الاضلاع، يعني 60 60 60. ثواني كده، ده مثلث قائم في زاويه ب 60، يعني الزاويه دي ب 30، الضلع المقابل ل 30 بيساوي نص الوتر، يعني ده ب2. بما انه مثلث متساوي الاضلاع، يعني الضلع ده بيساوي الضلع ده. الضلع ده اللي هو عباره عن كام؟ 3 اكس زائد 2. ده بيساوي الضلع ده اللي هو عباره عن اكس زائد الاربعه. تمام. ابدا حلها. خد الاكس هنا سالب اكس، وخد الاتنين هنا سالب 2، يعني 2 اكس بيساوي 2، يعني الاكس الواحده بيساوي 1. كده احنا طلعنا الاكس بس، هو ده اللي عايزه اصلا. اللي بعده هات لي برضو قيمه الاكس. تعال نشوف. هو مديني هنا ايه؟ ده مثلث متساوي الاضلاع، مثلث ADE. ADE يعني 60 60 60. طب المثلث الكبير في زاويه ب60، يعني دي ب30. ماشي. دي ب8، يعني دي كمان ب8. ماشي. يبقى الضلع الكبير ده كله بكام؟ 5 و8 13. الضلع الكبير المقابل لزاويه 30 نص الوتر، يعني الوتر كله على بعضه بكام؟ احنا قلنا 3 و8، سوري دي 3 ولا كام؟ لا دي 5. دي 8 ودي 5، يعني 13، يعني الوتر كله عباره عن 26. ثواني، ما هو الضلع ده ب8 وده ب8 وده كمان ب8، شيلهم من ال 26 هيتفضل لك الحته دي 8. 26 شيل منهم ال8 يديك ال 18 يعني. اللي بعده سؤالين كده صغيرين في مهارات التفكير العليا. عايزين نجيب محيط المثلث ABC. ABC محيط المثلث ده. هو مديني هنا ايه؟ مثلث متساوي الاضلاع، يعني كل زاويه هنا عباره عن 60. لحظه، صغر قلم. 60 60 60. ماشي. 60 يعني دي 30. ماشي. ده ب4 يبقى دي ب8. ماشي. ومعاك حته هنا ب2 يبقى كده 10، بس احنا لسه ناقصنا الحته اللي فوق. ماشي جميل. طب كمل كده. ما هي لو دي ب60 يبقى دي 30، يعني الضلع المقابل ل30 نص الوتر، يعني لو افترضنا ان دي باكس فدي معناها 2 اكس. ثواني كده، هو مش ده مثلث متساوي الاضلاع، يعني الاضلاع دي قد بعضها؟ يعني 8 زائد اكس ده بيساوي 2 اكس زائد 6. بس حلو. خد الاكس هنا سالب اكس، وخد الستة هنا سالب 6. هيطلع معاك 2 اكس، شيل منهم اكس يعني اكس. 8 شيل منهم 6 يعني 2. شكرا، يعني الاكس دي ب2 ودي خلاص عبارة عن 4. انت عاوز تجيب مين؟ انا عايز اجيب المحيط. دي 4 ودي 6، يعني طول الضلع ب10، وده كمان 10 وده كمان 10، يعني المثلث متساوي الاضلاع، يبقى 3 في 10 يعني 30. اللي بعده بيقول لي عايزين نجيب الزاوية دي كلها. تعال نشوف. بقول لك ايه؟ سمي الله بسم الله. ده نازل في المنتصف، يعني الضلع بيساوي الضلع، ونفس الكلام الناحيه التانيه نازل في المنتصف وعمودي، يعني الزاويه بتساوي الزاويه والضلع بيساوي الضلع، يعني الضلع ده بيساوي الضلع ده بيساوي الضلع ده. حلو قوي. ده معناه ايه؟ الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما هو مديني دي كلها 130، يعني كل واحده فيهم عباره عن 65 65 65 65. امسك لي اي مثلث قائم فيهم. اي مثلث قائم، اي مثلث قائم. وليكن مثلا ده معاك 90 ومعاك 65، هيتفضل معاك كام؟ هيتفضل معاك هنا 25. طب ما هو ده نازل من المنتصف، يعني بينصف زاويه الراس، يعني دي كمان ب 25. نفس الكلام 25، نفس الكلام 25. هو عايز الزاويه كلها 25 50 75، يعني 100. شكرا. اللي بعده عايزين نجيب طول البي سي. البي سي اللي هو ده. ماشي. دي زاوية قايمة، حاول تستغلها. استغلها ازاي؟ مش عارف. طب احنا ممكن مثلا نوصل دي كده بالشكل ده.